كده اقدر اقول ان الحمد لله الاهلي بدأ الدوري او دخل في الدوري بقوة بسهولة ويسر. كان ممكن تكسب اكتر من 4 بس الحمد لله. زيزو لعيب تقيل قوي بالهيد وبرجله وكل حاجة، بيلعب في مكان امام عاشور. امام عاشور لما يرجع زيزو يمين. هو ده. اليو ديانج اللي احنا قلنا عليه خط وسط ممتاز. آه، المدرب ابتدى يصحح شوية، بس اللي مش فاهمه كام نقطة كده هنتكلم فيها. أول حاجة، ليه اليو ديانج يخرج؟ أحمد نبيه كوكا عامل لك إيه؟ يعني أنا بالنسبة لي أحمد نبيه كوكا أنا مش مقتنع بيه بواحد في المية. اليو ديانج بانت قوي إن هو تقيل، وأحمد نبيه كوكا نزل غلط غلطتين ومنهم الهدف الأولاني. مصيبة. غلطة شوبير، ويعني هنيجي للنقطة دي، بس في الأساس هو كان غلط من خط الوسط. الحاجة التانية، أحمد سيد زيزو يستحق نجم اللقاء، بس أنا بالنسبة لي محمد علي بن رمضان يا جدعان. خط وسط الأهلي من نار. أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، وإمام عاشور. تقلات خط وسط من نار لما إمام عاشور بأمر لا يرجع. تريزيجيه لسه شويه. ما بيلعبش يمين، بس مش هو ده تريزيجيه اللي احنا نعرفه. كنت اتمنى ان يدي حسين الشحات النهارده، ينزله بدل احمد سيد زيزو، كان يريح، بس اللي حصل. النقطة التانية بقى، الحكم ليه طارد محمد هاني؟ محمد هاني عشان قلع الإشارة وبيديها للعيب. أنا مش فاهم إيه السبب. ليه؟ يعني ليه طارده؟ ليه سبب الطرد؟ مش مقتنع بصراحة. الحاجة التالتة والأهم، شوبير وغلطاته. شوبير جات له الفرصه انه يقف، مره غلط في الشوط في الماتش اللي فات، ومره دي برضه غلطه ان هو بيعمل اسيست ل... للمهاجم. انت سيبها تخرج، ما دام انت مش ضامن ان انت تمسكها سيبها تخرج. ايه اللي انت عامله ده؟ ما اعرفش. يعني انا كنت اتمنى لما ياخد فرصه ان هو ما يغلطش، يتمسك بالفرصه، لان هو يعتبر الحارس اللي جاي للنادي الاهلي، والمدرب بيعتمد عليه. كده انت بتقول له لا، وقف الشناوي. الحمد لله على النتيجة. كده الأهلي رجع. الأسبوع الثالث هيكون أجازة بأمر الله، لأن هيكون الأهلي الفريق اللي هو مش هيلعب. بعد كده هنرجع نلعب غزل المحلة في غزل المحلة، وبعد كده يوم 25 بعد كده إن شاء الله بيراميدز. بإذن الله الفوز يكون حليف الأهلي. بإذن الله الأهلي هيركب الدوري بأمر الله. هو ده الأهلي، هو دي الحمية. أول 20 دقيقة 2-0 ده المتوقع. اضغط 2 و3 و4. أنت فريق قوي جدا، أقوى فريق في الدوري. اقوى فريق في الدوري. سيبك بقى من الزمالك وبيراميدز. حسوا بقيمتكم، حسوا بناديكم.